في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص تحت عنوان كلنا مصريون. الحلقة مشاهدينا الكرام هي تتحدث عن الأحداث الأخيرة التي وقعت في صول بمركز أطفيح بمحافظة حلوان. الحدث لا يخفى على أحد، تكلمنا فيه من قبل في حلقة الخميس الماضي في برنامج مجلس الرحمة، وكل القنوات، كل الجرائد، الإعلام بمختلف أنواعه مقروء ومسموع ومرئي، الكل يتحدث عن قرية صول مركز أطفيح بمحافظة حلوان، عن الأزمة الأخيرة، لا نقول فتنة طائفية، عن الأزمة الأخيرة التي وقعت في مركز في قرية صول وما حدث فيها. ونتكلم عن الدور الدعوي الذي كان لله سبحانه وتعالى، عن الدور الدعوي الذي كان خالصا لوجه الله. نتكلم عن الدور الدعوي الذي كان لا يبحث عن شهرة، لا يبحث عن أضواء، لا يبحث عن شو إعلامي كما نقول، وإنما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة بفضل وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حتى بفضل من الله هدأت الأمور، وعادت القرية إلى ما كان عليها من قبل، عادت القرية إلى ما كانت عليه من قبل من أمن وأمان وسلام واستقرار وهدوء بين المسلمين والمسيحيين. مشاهدينا الكرام، كلنا مصريون. في البداية قبل أن أقدم ضيفي الكريمين، وهما يظهران معا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، وجدير وجميل أن يكون اللقاء الأول لهما مع في حب مصر وكلنا مصريون. في البداية مشاهدينا الكرام، يعني بعض الكلمات التي رددها الشيخ محمد حسان وفضيلة الدكتور صفوت حجازي في لقاء الأربعاء الماضي، ومن الأربعاء والخميس والجمعة إلى أمس، هنتكلم في أمور معينة، ولكن أحب أقول لحضراتكم بعض الأخبار الخاصة بقرية صول. كان اللقاء مشاهدينا الكرام في أمس، وتابعنا اللقاء على الهواء مباشرة على سائر القنوات المصرية، الإعلام المصري والقنوات المصرية الخاصة، وعلى شاشة قناة الرحمة بالتأكيد. بعد نهاية اللقاء بدء كنيسة صول اليوم على نفقة القوات المسلحة اليوم الأحد. أكد اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية أن بناء كنيسة الشهيدين سيتم على نفقة القوات المسلحة، وأن كل الأسر المسيحية التي غادرت القرية ستعود مرة أخرى، وبالفعل بدأ البناء. أيضا مشاهدينا الكرام، قساوسة أطفيح يصلون في الكنيسة المهدومة عقب التصالح. أدى مجموعة من قساوسة أطفيح صلاة شكر في موقع الكنيسة المهدومة بقرية صول عقب إعلان الشيخ محمد حسان قرار مجلس الصلح وفقا للأحكام العامة لشرع الله عز وجل، ولفتوى أكثر من 20 عالم من العلماء الثقات. وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة بناء الكنيسة على ما كانت عليها دون زيادة أو نقصان، ودي جملة مهمة جدا هنتكلم فيها. إعادة بناء الكنيسة على ما كانت عليها دون زيادة أو نقصان، على نفس المساحة وبنفس الهيئة. كان أهالي صول أطلقوا على جلسة الصلح أمس اجتماع الرحمة تيمنا بقناة الرحمة لما يحتويه الاسم من رحمة ومودة بين المسلمين والمسيحيين. وقابل الأهالي قرار المجلس العرفي للصلح بحالة من الارتياح، مغلبين المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مرددين مجموعة شعارات منها: الفتنة نائمة، ملعون من أيقظها، وصول أمان بشبابها، والشعب يريد الوحدة الوطنية، ومسلم ومسيحي إيد واحدة، وكلنا مصريون. مشاهدينا الكرام، الشعار اللي ردده إيد واحدة واللي الكل اتكلم عليه، وإن عودة لشعارات الثورة
في جلسة الصلح العرفية التي كانت بين مسلمي ومسيحي قرية صول بمركز أطفيح بمحافظة حلوان مع الرجل، نعم الرجل، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صفوت حجازي، ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ ملحم، الله يبارك في حضرتك، ربنا يعزك يا رب. أيضا معنا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة المتزن العاقل فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور صفوت، يعني حضرتك في كلمتك في يوم الأربعاء، وأيضا حضرتك ذكرت هذا الكلام في الجلسة النهائية لجلسة الصلح بأمس، حضرتك قلت وركزت على أننا لا نريد شهرة، لا نريد إعلاما، لا نريد شيئا دنيويا، وإنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. حقيقة أولا يعني أنا سعيد بوجودي في قناة الرحمة، ونحن كذلك، ودي أول مرة يعني أظهر على الهواء في قناة الرحمة، وحقيقة يعني أنا متعب جدا ومريض جدا، لكن شفاك الله وعافاك الشيخ محمد حسان وإحنا عائدين بالأمس يعني وطلب مني ذلك، فما كنت لأتأخر عن طلب للشيخ محمد حسان، وأنا لا أعتبره طلبا بل أخذه محمل الأمر. بارك الله فيك. فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وجعلكم الله دائما من الناطقين بالحق وبالخير يا رب يا رب. ابتداء أنا قلت الكلام ده لأن مثل هذه الأعمال ومثل هذه المهام لا تنجح بكثرة علم ولا بشهرة ولا بأسماء ولا بترتيبات، إنما تنجح بالإخلاص لله عز وجل. أحسنت. هذا هو الأصل. فما كنا نريد يعني دائما أقول أن الإعلام والفضائيات والصحافة قد تطعن في الإخلاص، قد يعني تجعل الإنسان ولو للحظة يفارقه هذا الأمر. فإذا فارقنا الإخلاص في مثل هذه المهام بالتأكيد يمكن أن يضيع كل المجهود. فكان حقيقة إصراري خاصة بالأمس أنا زعلت جدا وغضبت جدا لوجود الإعلام وبهذا الكم الضخم. احنا كان ترتيبنا ان هو موعد سري، يعني كان ترتيبنا صحيح مع الشيخ انا والشيخ محمد حسان ان ده موعد سري، هنروح فقط مع مجموعة من المشايخ نقابل هؤلاء من المسلمين وهؤلاء من النصارى وينتهي الأمر وخلص الموضوع. ففوجئنا بهذا الإعلام. فدائما الإخلاص يعني هو مفتاح النجاح في هذه الأمور. ده السبب اللي أنا كنت حريص على أن يكون الأمر بغير يعني المهرجانات الإعلامية. جميل، ربنا يكرمك. دكتور جمال، حضرتك يعني كان لك تواجد في جلسة الصلح أمس، فأنا عايز يعني نشوف انطباع حضرتك، الانطباع العام عما رأيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول أيضا أنا سعيد بظهوري لأول مرة على هذه القناة المباركة، أشارك أخواني دعوتهم وجهدهم المبارك إن شاء الله في إظهار الحق وإعلانه للناس. الحقيقة ذهبنا إلى أطفيح في قرية صول أمس، كان حدث يعني هز وجداننا جميعا. نعم. وأوافق أخي الدكتور صفوت فإن العمل يعني لما يكون مستتر بيرجى فيه تمام الإخلاص. نعم. لكن لأن الحدث صار عالميا أصلا وصار الزخم المحيط به مشينا، فكان لابد أن يرى العالم ما تم فعلا من سلوكيات حضارية
للمسلمين ولأهل مصر عامة. الحديث كان عن الإخلاص. ذكرني والله يعني